بالحق يبلغ سوى الرحمن من دل عن عجر والنصران وعن خير خلقه محمدا من جاء بالبينات والهدى رسوله الى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. وبعد لقد جاءكم النور لأمانة الحاج وسلم محمد ضعفي، والآن مع الكلمة للأستاذ وليد طه أمين مساعد الجمهورية الأولية ورئيس مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. أولا أشرف وجودي في هذه القرية المشهورة للثقافة والمعرفة وحسن التعليم. ثم ثانيا أهنئ أخانا الفاضل الحاج الأستاذ عبد العاطي على هذه الثقة الكبيرة التي لها مثل هذا اليوم. حقيقة أن الحاج أسامة سلك جميعا، الحاج أسامة سلك جميعا في ظل اتساع النوادر ويعني تلاشى أضواء المستقبلين وتلمس مكاسب الأحداث القوية سلك الحاج أسامة جميعا ويعني يحط الأرقام السياسية. فنبارك له هذا النجاح الكبير ونبارك له هذا الفوز الكبير الذي يستحقه إن شاء الله. ونذكره أولا يعني بعدة أمور. أول أمر وهو أن يشهد نعمة الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فالمؤمن إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينسبها إلى قوته ولا إلى كثرة رجاله ولا إلى حسن تنظيمه ولا إلى ماله، وإلا فمعانا مرشحين معهم من الرجال الكثير والمال الكثير ومع ذلك لم يوفقهم الله عز وجل. فنشهد نعمة الله عز وجل وننسبها إلى الله عز وجل ونستخدمها في طاعة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ إن الله عليك بالتمكين، منصب أو جاه معين، سلطة معينة، كيف نستخدمها؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا هو الغرض الحقيقي الذي من أجله دخل حزب النور في معترف السياسة وخاض رجاله يعني مجال السياسة ومجال الانتخابات، وهو إصلاح الدنيا وفق ضوابط دين الله تبارك وتعالى. والله لا دخلناها لمال ولا دخلناها لجاه ولا دخلناها لمنصب ولا دخلناها لأي غرض دنيوي، وإنما دخلناها من أجل التمكين لدين الله تبارك وتعالى، ومن أجل إصلاح الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، ومن أجل سعادة الدارين، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يجعل الحاج أسامة عونا لنا في هذا الطريق، وأن يكون معينا لنا في تحقيق مبادئنا وإقامة شرع الله تبارك وتعالى وإزاحة الظلم والفساد الذي عم على هذه البلاد يعني عقودا طويلة من الزمان. نعم، أحتاج بهذا المقدار حتى لا أطيل على حضراتكم، وأهنئ الحاج أسامة مرة ثانية وأشكر لكم حسن ضيافتكم وجزاكم الله خيرا.